عارفين ايه اكتر حاجة بتتعبنا دلوقتي؟ ان احنا دايما بنحاول نكون حد تاني غيرنا. ومش عشان ده حلمنا واحنا بنسعى وبنحاول، لا، بس عشان ده الترند، ده اللي الناس كلها بتعمله فانا لازم اعمله، لازم امشي وراه. ومش عشان ده طريقنا والحياة اللي احنا عايزين نعيشها، لا، عشان ده اللي جايب لايكات اكتر، ده اللي بيعلي الفيوز، وده اللي بيخلي الناس تعرفني، وده اللي بيخلي الناس تقول شوف ده بيعمل ايه وشوف دي بتعمل ايه. بس اول ما نسأل نفسنا هو احنا فين ومين وبنعمل ايه، هتلاقوا نفسكم بجد فقتوا. هو ده الشخص اللي انا عايزه اعيشه؟ هو دي الحياه اللي انا بتمناها؟ هو ده الحلم اللي انا نفسي احلمه؟ طب هي دي الحياه اللي بعد 20 سنه وارجع ابص عليها هتكون بجد هي دي الحياه اللي انا كان نفسي اكون فيها؟ طب لما يبقى عندي 50 سنه واجي ابص على عمري اللي فات، يا ترى هتبسط ولا هزعل؟ يا ترى هكون فخور قدام احفادي وولادي باللي انا عملته واللي انا وصلت له، ولا هتكسف وابقى بداريه منهم؟ السوشيال ميديا للاسف خلتنا نشوف حياة الناس كلها قدامنا، وللأسف هي بتسبوت بس على الحاجات الحلوة، إن الناس قد إيه معاها فلوس، وإن البنات قد إيه جسمها حلو، إن الناس بتسافر كل شوية وبتروح أكتر من بلد في السنة، ده عادي، وإن هم على طول بيلبسوا البراندات والهدوم اللي بآلافات حرفيا، وفي ناس مرتبها ما يجيبش تمن قطعة واحدة بس من الحاجات اللي هم بيعملوها. إنا للأسف من غير ما نحس بنقيس نفسنا على الناس اللي قدامنا دي، على الناس اللي احنا شايفينها طول الوقت بيفتح مشروع احنا عايزين نفتح زيه. مش مهم بنفهم فيه ولا لا، المهم ان احنا نفتح مشروع تبقى مؤثر في المجتمع وفي الناس اللي حواليه، انا عايزه اكون مؤثره زيه. مش مهم هو حلمي ولا لا، ولا هو ده اصلا اللي انا عايزاه ولا لا، بس خلاص انا عايزه ابقى زيها. حد غير كارير وساب الكارير بتاعه وراح كارير تاني، خلاص انا لازم اسيب شغلي دلوقتي وعايزه اعمل زي الشخص الفلاني اللي عمل كده. مش مهم برضه انت بتحب كاريرك ولا لا، بس عشان هو عمل فانا لازم اعمل زيه. ده حتى في اللبس والسكين كير بتاعنا بقينا شبه بعض، بقينا عايزين نقلب بعض، لا وبقينا نعلي على بعض كمان، بقاش الموضوع عادي، لا بقينا حد بيحط حاجتين سكين كير، لا انا هحط ثلاثه، انا هحط اربعه، انا هحط خمسه. مش مهم قد ايه، بس المهم ان انا اكتر، كل ما اكتر اكتر كل ما الفيوز تعلى واللايكات تعلى. المشكله مش في ان انتوا عايزين تنجحوا، المشكله في ان انتوا عايزين تقلدوا حد هو مش شبهكم، لا طريقته ولا عيشته ولا تربيته ولا شكله ولا اي حاجه من دول شبهكم. ما عنديش مشكله على فكره ان انتوا تقلدوا الناس، وبالذات لو ناس ناجحه، انا دايما اللي بشجعكم على كده، بس قلدوا ناس تكون شبهكم، تكون بجد حلم ليه علاقه بيكوا انتوا، مش بتقلدوا وخلاص. هتلاقوا نفسكم تهتوا مع الوقت، هتلاقوا نفسكم مع الوقت بقيتوا شخص مش هو ده الشخص اللي انتوا كنتوا عايزينه، مش هو ده الشخص اللي انتوا كنتوا بتتمنوه في الدنيا. انا عارفه ان انتوا تعبانين، مش عشان انتوا فاشلين، لا، عشان انتوا ماشيين في طريق، صدقوني الطريق ده مش بتاعكم، ماشيين في سكه كل حاجه ماشيه عكسكم، وانتوا مصممين تمشوا عشان في واحد بعيد قوي عنكم شايفينه وصل فانتوا عايزين توصلوا وخلاص. مش مهم الحاجات دي حابينها ولا مش حابينها، ولا الطريق بتاعكم ولا مش بتاعكم، بس انتوا عايزين توصلوا خلاص. ويمكن لما توصلوا تلاقوا الدنيا دي مش شبهكم، هترجعوا ازاي؟ هتاخدوا مجهود اكبر بكتير قوي من اللي انتوا بذلتوه عشان تروحوا اصلا. كل نجاح بيبقى مناسب للشخص بتاعه، ومش كل حاجه بتلمع بتبقى حلوه وجميله، كل واحد ليه ظروف وليه حياه وليه طريقه هي اللي وصلته للحياه اللي هو فيها. مش معنى ان انا وصلت لحاجه معينه ان انت تبقى عايزه توصلي لنفس الحاجه وهتوصلي لها في نفس الوقت اللي انا وصلت لها. بالعكس، لو انت واصله لحاجه وانا عايزه اوصل لها، عمري ما هوصل لها بالنتائج والخبرات والحاجات وكل الحاجات اللي انت مريتي بيها، عشان انت اللي مريتي بيها مش انا. فدايما دايما دايما تجربتك هتبقى مختلفه عن تجربتي. حاولوا تاخدوا من كل الناس اللي انتوا بتحبوهم على السوشيال ميديا الحاجه الحلوه بس اللي فيهم، مش اي حاجه وخلاص. ودايما لما تحاولوا تنجحوا، حاولوا تنجحوا نجاح بجد تبقوا من جواكم فخورين بيه، فخورين ان انتوا وصلتوا هنا. مش مهم تنجحوا وخلاص، لا، المهم بعد ما انجح انا وصلت لايه، حققت ايه، فدت الناس اللي حواليا بايه. الناس بتشوفني بتضحك ولا بتشوفني بتحترمني؟ الناس بتشوفني تعالي نهزر ونهاف فن وكده وخلاص، ولا لا انا بقدم بجد كونتنت، انا بقدم بجد حاجه ليها معنى، حاجه الناس لما اموت الناس هتفتكرني بحاجه كويسه، الناس هتدعي لي مش هتفضل تضحك وخلاص. اتعبوا واسعوا وموتوا نفسكم من السعي ووصلوا للحاجات كل اللي انتوا بتحلموا بيه، بس افتكروا دايما ان وانتوا بتسعوا الطريق ده بتاعي ولا لا، انا ماشيه في حاجه انا عايزاها فعلا انا من جوايا، ولا انا بقلد وخلاص. الحاجه دي شبهي ولا مش شبهي، شبه تربيتي وديني واخلاقي ولا مش شبهي، الحاجه دي بجد هتفيد الناس اللي حواليا ولا مش هتفيدهم، الحاجه دي بجد هتخلي اهلي فخورين بيا ولا مش فخورين بيا، الحاجه دي بجد هي انا ولا مش انا. لكل ده دايما حطوا ربنا قدامكم، هل ربنا هيزعل مني لو انا عملت الحاجه دي ولا لا؟ طب هل ربنا شايفني وحشه ولا مش شايفني وحشه؟ طب هل الحاجه دي ليها علاقه بالدين وربنا نهى عنها ولا لا؟ فكروا يا جماعه، فكروا.
مش كل حاجة بتلمع بجد هتكون مفيدة لينا، ممكن تكون بتلمع جدا من بره بس من جوه فيك او فاضية ما فيهاش حاجة، ممكن تكون فعلا بتلمع من بره بس من جوه ما فيهاش نص حلو. وكل سنة وانتوا طيبين.